لما بتعرف إزاي تحفز نفسك بنفسك بتكون زي البطارية المتجددة، مش بتستنى حد يشحنك. ده بيخليك أكتر مرونة في مواجهة الصعاب، وبيساعدك تلتزم بأهدافك حتى في الأيام اللي بتكون فيها مودك مش حلو. الإلهام الذاتي مش محتاج معجزات، لكن محتاج نفهم دماغنا بتشتغل إزاي ونستخدم أدوات بسيطة ومجربة في علم النفس الإيجابي. لما بتعرف إزاي تحفز نفسك بنفسك بتكون زي البطارية المتجددة، مش بتستنى حد يشحنك. ده بيخليك أكتر مرونة في مواجهة الصعاب، وبيساعدك تلتزم بأهدافك حتى في الأيام اللي بتكون فيها مودك مش حلو. الإلهام الذاتي مش محتاج معجزات، لكن محتاج نفهم دماغنا بتشتغل إزاي ونستخدم أدوات بسيطة ومجربة في علم النفس الإيجابي. في الفيديو ده هنفهمك المفهوم العلمي ورا التحفيز الداخلي وأهميته من منظور علم النفس السلوكي، وهنشاركك 5 مفاتيح ذهبية عشان تصحي بطل الإلهام اللي جواك. الخطوات دي عملية جدا ومصممة عشان تحول الأحلام الكبيرة لخطوات يومية ليها معنى، عشان تبدأ رحلتك نحو الإنجاز المستمر والرضا الذاتي. ليه الإلهام الذاتي هو القوة الأعظم لنجاحك؟ الاستمرارية والثبات consistency. الدافع الخارجي بيختفي لما المكافأة بتخلص، لكن لما تكون متحفز من الداخل بتكمل حتى لو محدش شجعك، لأن هدفك ليه قيمة شخصية عميقة بالنسبة ليك. جودة الأداء والإبداع. لما بتعمل حاجة عشان بتحبها دافع داخلي بيكون أدائك أحسن، وبتفكر بشكل إبداعي أكتر بكتير من لما بتعملها عشان مكافأة أو خوف من عقاب. المرونة في مواجهة الفشل. لما الدافع بيكون داخلي الفشل مش بيوقفك، بتعتبره فرصة للتعلم والتطوير مش دليل على عدم كفاءتك، ودي هي جوهر المرونة resilience. صحة نفسية أفضل. الإلهام الذاتي بيرتبط بإحساس أكبر بالسيطرة على الحياة والرضا، ده بيقلل القلق والاكتئاب وبيحسن من جودة حياتك بشكل عام. تحديد الأهداف بذكاء SMART goals. 5 مفاتيح ذهبية لتفعيل فن الإلهام الذاتي. المفتاح الأول: حدد ليه الحقيقية بتاعتك Find your why. ما تفعله؟ بدل وتركز على الهدف نفسه إني أخس 10 كيلو، ركز على الدافع العميق ورا الهدف. ليه عايز أخس؟ عشان صحتي، طاقتي، شكلي، ثقتي بنفسي. التمرين العملي: تمرين ال5 لماذا. اسأل نفسك لماذا أريد هذا الهدف 5 مرات متتالية عشان توصل لأعمق دافع شخصي، ده هو وقودك الداخلي. المفتاح الثاني: تقسيم الهدف لخطوات صغيرة قبل للتحقيق chunking. ما تفعله؟ الأهداف الضخمة بتسبب شلل. قسم هدفك الكبير لمهام صغيرة جدا، مثل هشتغل لمدة 25 دقيقة فقط. التطبيق: قاعدة ال5 دقايق. لو مهمة صعبة التزم إنك تشتغل عليها 5 دقايق بس، غالباً لما تبدأ هتكمل أكتر. ده بيغلب المقاومة البدء Activation Energy. المفتاح الثالث: بناء البيئة المحفزة Create a motivating environment. ما تفعله؟ البيئة بتتحكم في سلوكك أكتر ما تتخيل. نظم مكان شغلك وجهز كل حاجة قبلها، حط هدوم الجيم قبل ما تنام. التطبيق: قاعدة ال20 ثانية. قلل الجهد المطلوب لبدء عادة إيجابية ل20 ثانية، زي إنك تفتح الكتاب وتحطه على المخدة. وزود الجهد المطلوب لعادة سلبية، شيل الريموت بعيد. المفتاح الرابع: احتفل بالانتصارات الصغيرة Celebrate small wins. ما تفعله؟ المكافأة الداخلية بتبني الدافع المستمر. كافئ نفسك على إنجاز المهام الصغيرة فوراً. التطبيق: سجل إنجازاتك اليومية. خصص دفتر صغير لتسجيل إيه الإنجازات اللي عملتها النهاردة حتى لو بسيط. قراءة الإنجازات دي آخر الأسبوع بتشحن طاقتك الذاتية. المفتاح الخامس: تبني عقلية التعلم Adopt a learning mindset. ما تفعله؟ بدل ما تقول أنا فشلت، قول أنا اتعلمت طريقة جديدة ما اشتغلتش. حول النقد الذاتي إلى تحليل موضوعي. التطبيق: استخدم كلمة لسه. لو حسيت إنك مش كويس في حاجة قول أنا مش كويس فيها لسه. الكلمة دي بتفتح الباب للتطور وبتعزز إيمانك بقدرتك على التحسن. الزتونة: أنت مش محتاج حافز خارجي عشان تبدأ، أنت محتاج تفهم قوتك الداخلية بس. تذكر: الدافع مش بينزل عليك من السماء،
الدافع هو نتيجة لتطبيقك اليومي للخطوات دي. ابدأ من النهاردة في استخدام المفاتيح الذهبية دي، وشوف إزاي هتتحول من شخص بيستنى الإلهام لشخص بيصنع الإلهام بنفسه. شاركونا في التعليقات، إيه هو الليه الحقيقية بتاعتك اللي بتصحيك من النوم كل يوم؟ وما تنسوش تعملوا